السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ معاكم تجهيزاتنا لشهر رمضان الكريم، وهنعمل معاكم النهارده فانوس بسيط جدا من الكرتون، ان شاء الله يعجبكم وتقدروا تنفذوه. وعشان يبقى سهل معانا، ده الباترون بتاع الفانوس. هو الباترون كل المقاسات مكتوب عليه زي ما انتم شايفين، بس هنعدل بس رقم 6 سنتي، هنخليه 7 سنتي في الباترونين. وهنبدأ بقى ان احنا نقصه زي ما انتم شايفين كده، علشان يسهل عليا ان انا اقصه على الكرتون. هنجيب قطعة كرتون تكون كبيرة شوية. انا كانت القطعة عندي مش كبيرة، فابتديت اعمله على جزئين. لو القطعة كبيرة هتلاقي الجزء ده كده طلع على بعضه. ببتدي ان انا احط الشكل كده، وابتدي ان انا ارصهم جنب بعض، هيطلع معايا بدوران زي ما انتم شايفينه كده. طبعا انا مش هقف على الكرتونة، سهلة قوي ان انا الزقها. بقوم 5 قطع معايا، هبتدي بقى كده ان انا الزق القطعتين دول في بعض. قبل ما انا الزقهم، انا هبتدي ان انا اخد جزء سنتي لجوه في كل وحدة. انا عايزة افرغ كده الوحدة كلها، بس هيبقى الجوانب عندي كل واحدة اشيل منها سنتي. هبتدي ان انا انفذ الخطوة دي في جميع الوحدات اللي معايا. طبعا هبتدي استخدم وانا بقص هنا قطر او مقص زي اللي متوفر عندك، اي حاجة حد اقدر اقص بيها طبعا الكرتون. وطبعا الشغل في الكرتون بيبقى سهل جدا، ومش هياخد وقت معاكي خالص. هبدأ بقى كده ان انا افرغ الوحدة دي، وبعد ما افرغها هبتدي اشتغل على نفس الجزء ده في جميع الاجزاء. اهو انا كده فرغتهم كلهم. هبتدي بقى ان انا الزق الجزئين دول في بعض. ولو الكرتونه كبيره طبعا مش هتحتاجي خطوه اللزق دي. بس الكرتونه اللي كانت موجوده عندي مش كبيره قوي انها تكفي كل الوحدات جنب بعضها. انا هنا كده ببتدي ان انا اجزأ الوحدات، افصلها عن بعضها بس مش للاخر، عشان اعرف يبقى ان انا اتنيها. وطبعا هنا استخدامي للكرتون لازم يكون كرتون سميك مش كرتون خفيف، عشان الشغل بتاعي يطلع مظبوط. ببتدي بقى اتني كده الوحدات عشان يلف معايا الفانوس. الطريقه دي سهله جدا، ولو مشيتي على الباترون هيطلع معاكي الفانوس مقاساته مظبوطه وشكله جميل في الاخر. طبعا تقدري تكبري او تصغري المقاسات زي ما انت عايزه. المقاسات موجوده عندك، وتقدري ان انت تزودي فيها او تقللي منها. انا هنا هستخدم الرول الليزر ده الذهبي او الفضي. انا هنا هختار اللون الفضي. وفي طبعا شرايط التاب بتبقى صغيره لو عايزه برضو تستخدميها. هبدأ كده ان انا اقص وحدات على قد الجزء ده، وهبتدي كده ان انا الزقه كده بالشمع. هو طبعا في لزق، بس انا بحب اكد عليه بالشمع عشان ما يفكش معايا. بعد طبعا ما الزق كل الوحدات هبتدي ان انا افرغه. انا كنت ممكن الزق الوحدات على بعضها، بس انا عندي فواصل وتنايات، عايزاه الفانوس يبقى مرن معايا شويه، فما حبيتش ان انا الزق كل القطع على بعضها، وفي نفس الوقت هيهدر كمان معايا لزق. هبدأ كده ان انا بقى اتني الاجزاء دي لجوه. انا فرغت طبعا الوحده من جوه، سبت فيها حوالي سنتي او ازيد كده عشان اقدر ان انا اتنيه، عشان يبقى كده معايا الفانوس من الوحده نظيفه وما فيهاش اي مشاكل. وتقدري بقى من خلال الفكرة اللي احنا هنقدمها النهاردة تعمليها مشروع. واحنا لسه اهو رمضان لسه فاضل له شوية، ابدأ ان انا اعمل منه كذا فانوس، وابتدي ان انا اعرضهم وابيعهم. صدقوني فكرة ومشروع مربح جدا، تقدري تستغليه قبل رمضان ما يهل علينا ان شاء الله. انا هنا جبت البلاستيك ده من بورتفايل، او لو مش عندك بورتفايل هيبقى دوسيل. البورتفايل بس ميزته ان بيبقى البلاستيك بتاعه قوي شوية. لو مش متواجد هيبقى الدوسيه عادي اللي هو فيه اخرام ده. هبدأ ان انا كده اجيبه والزق قطع على قد الوحدة اللي من جوه. واي لون طبعا متوفر تقدري ان انت تحطيه، ده هيبقى زي الازاز كده بتاع الفانوس معانا. هبدأ كده ان انا اثبته بالشمع كويس، وهبدأ ان انا اغطي كل الوحدات دي. وطبعا ببقى مدية معايا زيادة حوالي سنتي لكل وحدة علشان اعرف الزقه كويس. وده شكله بعد ما لزقت فيه كده الوحدات. هبدأ بقى كده ان انا الزقه في بعضه. هقفل بقى كده الوحدة كلها على بعضها، ويبقى ده كده معايا جسم الفانوس. طبعا لسه القاعدة وقبة الفانوس اثبته بقى كده كويس. وطبعا تقدري تستخدمي مكان الليزر ممكن ستيكر عادي، مش شرط ليزر، اي حاجة واي لزق متوفر عندك. وممكن كمان تستخدمي فوم. دي الجزء الوحدة اللي تحت لما حطيتهم جنب بعض اداني الدوران ده. طبعا عشان صغيرة فالكرتونة طلعت معايا على بعضها. برضو ابتديت ان انا افصلهم كده عن بعض، وهبدأ ان انا الزقهم بقى على بعض زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا كده اقفل من هنا كده برضو بالشمع، وتبقى كده دي الجزء اللي هيبقى معايا من تحت. طبعا النهارده الفانوس اللي معانا ده هنخليه بينور، مش هيبقى فانوس بس كده وخلاص. فطبعا هنحتاج ان احنا نعمل له وحده اضاءه. انا هنا هستخدم وحده الاضاءه معايا شمعه اللي هي الشمعه المضيئه، وتقدري تستخدمي سلك ليد بس المتوفر عندك طبعا تقدري تستخدميه. جبت كده الشمعه المضيئه دي، وابتدي ان انا اخد مقاسها في قطعه الكرتون. القاعده دي خدتها نفس مقاس الفتحه بالظبط،
بالظبط. وهبدأ بقى ان انا الزقها في الكرتونة واثبتها كده في الجزء ده، ويبقى انا كده خلصت الاضاءة قبل ما اكمل تقفيل الفانوس من بره. ابدا بقى كده ان انا اثبتها بالشمع كده كويس، عشان طبعا لما اجي افتح واقفل نور الفانوس ما تتحركش معايا. وبعد كده هثبتها هنا على القاعده باستخدام الشمع. طبعا كل استخدامي هنا في الفانوس كله شمع، لو عايزه تستخدمي غيره هتقدري تستخدمي الغيره، بس بيطول معاكي شويه في اللزق. طبعا بنحاول نقدم فكره بسيطه وسهله. الفوانيس دلوقتي بقت غاليه، وطبعا الفانوس ده معانا بعد ما يخلص حوالي طوله هيبقى حوالي 30 سنتي تقريبا او ازيد، فهيبقى مقاسه حلو ومتناسب. هنا بقى استخدمت الفوم الاحمر علشان اغطي القبه وقاعده الفانوس. طبعا تقدري تستخدمي اللون اللي انت تحبيه. قصيت كده وحدات على قد بالظبط مقاس الوحدات اللي انا قصاها فوق وتحت. وهنا كده انا تقريبا ابتديت اخلص تغليف الفانوس من بره. هيبقى فاضل معايا التزيين. طبعا التزيين هو اللي هيظهر كل الشغل اللي احنا عاملينه ده. طبعا برضو هقولك ان تقدري تستخدمي الالوان اللي انت تحبيها وتفضليها. فوانيس رمضان بتحب الالوان المبهجه، الالوان الزهره. تقدري تستخدمي اللون اللي انت تحبيه وتستخدمي لونين 3 4 في الفانوس. طبعا ممكن تعملي كل واحده بلون زي ما تحبي. هبدأ بقى كده ان انا اثبت اخر وحدة معايا اهو، وهبدأ بقى ازينه بالاستراس الذهبي. اخترت هنا الاستراس الذهبي اللي احنا عارفينه متوفر في كل المحلات. هبدأ كده ان انا اجيب صفين منه هقصهم، وهبتدي ان انا اثبتهم على كل الجوانب وعلى كل الزوايا. طبعا سهل وبسيط استخدامه. اثبت بالشمع واخد بالي ان الشمع ما يطلعش بره. انا عايزه في الاخر تقفيل الفانوس يبقى معايا نضيف. طبعا لو انت حابه تبيعيه طلعي شغل كويس عشان يبان ان هو زي اللي جاهز بالظبط. زي ما انتم شايفين الفانوس ظهر اهو. هبدا كمان احط على القاعده من تحت. يبقى انا كده خلصت شغل التزيين كله. هيبقى فاضل معايا بس اليد. واتمنى لو عجبكم فانوس النهارده تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا هنا بقى استخدمت صف واحد في الجزء اللي جوه. انا هلف كده داير ما يدور على الشبابيك كده من جوه. هبدأ كده ان انا احطها كده على الحرف. طبعا هنا صف واحد مش الصفين. هخلص كل الوحدات زي ما انا بوريكم كده دلوقتي، وتعالوا بقى نشوف هنعمل اليد ازاي. خلاص خلصت اهو كل الشبابيك زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى كده ان انا اجيب قطعتين كرتون على شكل دايرة كده، قطرها حوالي 2.5 سنتي، وهبدأ ان انا اغلفها بالفوم الذهبي من فوق ومن تحت. طبعا استخدمت هنا الذهبي برضو عشان يبقى ماشي مع الالوان اللي انا مستخدماها في الفانوس، وحددتهم كده بشريط احمر من الفوم برضو. ودي حلقة ستارة طبعا متوفرة عندنا كلنا. كل الخامات اللي استخدمناها النهاردة متوفرة وسهلة وبسيطة. مش هتشتري بس غير الفوم. وكمان لو مش حابه تحطي الرول الستيكر الليزر تقدري ان انت تستخدمي فوم فضي. يبقى انت كده ما اشتريتيش وما كلفتيش نفسك الا حاجات بسيطه. هبدا بقى كده ان انا اثبتها كده. انا طبعا خرمت الكرتونه وحطيت الحلقه جواها ولزقتها كويس، وهبدا بقى كده ان انا اثبتها من فوق. ويبقى كده حطيت اليد وكده خلص معايا الفانوس. تقدري تعملي نجمه وهلال وتلزقيهم، بس انا بصراحه حبيته بسيط كده، ما حبيتش الزق عليه اي حاجه. الوانه حلوه ومبهجه وسهل، والنتيجه النهائيه تحفه زي ما انتم شايفين. والله كمان الصوره ظلماه. وهنا كده لما نورناه هطفي النور كمان بس مش هيبان في النور. نعمل معاكم فانوس بقى جديد وحصري بعلبة سمنة وشوية حاجات بسيطة عندنا في البيت. هنجيب بقى علبة السمنة كده. انا عايزة علبة سمنة كيلو صغيرة دي، وهبدأ ان انا الزق الغطا فيها. انا كده كده مش هفتحه. وهبدأ بقى ان انا اغلفه باي ستيكر. على فكرة الاستيكر اللي انا بغلفه ده مش هيبان، انا بس بحاول ان انا ما احسش ان علبة السمنة باينة معايا، لان كل ده هيغطي الشغل اللي احنا هنعمله في الفانوس بعد كده. يعني حتى لو مش عندك الاستيكر ده ممكن تسيبيه كده، او اي ستيكر متوفر عندك. هبدأ بقى ان انا كده اغلفه بكل الستيكر. هيبقى كده عندي الجسم بتاع الفانوس. طبعا فانوسنا النهارده هيبقى شكله مختلف عن اي فانوس عملناه قبل كده. هجيب بقى قطعه الفوم زي ما هي كده المقاس بتاعها، وهبدا ان انا اقص كده. احدد الاول على الحرف نص سنتي، وبعد كده هبتدي ان انا اعلم 2 سنتي. انا عايزه عرض الشرايط اللي هتبقى معايا عرضها 2 سنتي. هعلم عليها كده، وبعد كده هبتدي ان انا
اوصلها واقطعها علشان نبقى دي كده اول حاجة هنعملها في الفانوس. استخدمت هنا لونين من الفوم، الاصفر والاخضر. خليت اللون الاصفر مطفي يعني مش مفيهوش جليتر، والاخضر خليته كده فيه جليتر. تقدري برضو تستخدمي الاتنين فيهم جليتر زي ما تحبي. هبتدي كده ان انا احدد بس، على فكرة القلم مش بيكتب، هو بيحدد معايا بس. وهبدأ كده ان انا اقص الشرايط واسيب اخر سنتي، ما افصلش الجزء ده عن بعضه. هخلص كل قطعة الفوم كده كلها، وبعدين نشوف هنعمل ايه النهاردة. فكرة بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وكلها من حاجات وامكانيات موجودة عندنا في البيت. مش هتشتري بس غير الفوم. هبدأ كده ان انا احط كده شمع على حرف علبة السمنة، وابدأ كده ان انا على اولها بالظبط الزق كده الفوم معايا. هلف طبعا. هنا تقدري تستخدمي علبة السمنة، لو عندك علبة ارفع منها ماشي، المهم تكون اسطوانية. وهنا انا هلف كل قطعة الفوم، هلاقي ان في جزء لسه مش موجود. ابتديت ان انا اقطع برضو جزء تاني واجيبه واحطه، يعني حتى لو العلبة رفيعة معاكي مش هتحتاجي الخطوة اللي انا عملتها دي. هبدأ بقى كده من تحت اتني. انا طبعا ده طول عرض الفوم، يعني انا ما قصيتش منه حاجه، العرض بتاع قطعه الفوم. هبدا كده ان انا اتني والزق كده على قاعده السمنه من تحت، هيعمل معايا البومبيل اللي انتوا شايفينه ده. دي كده اول خطوه معايا، وان شاء الله باذن الله الفانوس سهل وبسيط وتقدروا تنفذوه بكل سهوله، ومش هياخد منكم وقت خالص. وفي الاخر النتيجه هتعجبكم جدا جدا، مش هتصدقوا اصلا ان ده علبه سمنه وان معمول منها فانوس رمضان. هبدأ كده اخلص الف على كل العلبة زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. يا ريت بقى لو افكار النهارده عجبتك، احنا لسه ما شفناش نتيجة الفانوس، بس ان شاء الله باذن الله هيعجبكم الفانوس، وهيطلع كده معانا النهارده فانوس مقلبص كده ومتختخ غير اي فوانيس عملناها في رمضان وافكار رمضان قبل كده. ابدأي من دلوقتي وجهزي رمضان، هتلاقي كل حاجة بعد كده على رمضان جاهزة معاكي. انا كده اهو خلصت. ابتديت اقص برضو نفس مقاسات الشرايط، بس انا هنا فصلتها عن بعضها. هبتدي كده اجيب ما بين كل قطعة وقطعة، ابتدي ان انا احط الفوم الجليتر، اغطي الجزء الفارغ ده. هبدأ الف كله على جسم الفانوس، الزقهم كده جنب بعض لحد لما اغطي كل الفوارغ اللي انتوا شايفينها دي. كده يبقى انا خلصت اهم جزء عندي في الفانوس وهو جسمه. طبعا الفانوس عندنا هنا النهارده شكله مختلف، مش هيبقى ليه قاعده. وهبدا كده اسيب مسافه 2 سم، وابتدي ان انا الزق الجزء ده زي ما انتم شايفينها كده، نقطه شمع بسيطه، واضغط لحد ما تنشف، والفها كلها بنفس الطريقه على كل الشرايح الخضراء اللي انا عملتها. هتطلع معايا الشكل جميل كده في الاخر، هتشوفوها دلوقتي. طبعا لحد هنا الموضوع سهل وبسيط اهو، مش هياخد منكم اي حاجه. هجيب بقى شريط اصفر رفيع كده، وابتدي ان انا الزقه على حرف العلبه من فوق، هلفه داير ما يدور على العلبه كلها. يا رب بقى لو اول مره تشوفوا قناتي وعجبتكم افكار النهارده او فانوس النهارده القلبوس ده، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. قصيت كده قطعة من الفوم، كل قطعة طولها 5 سنتي وعرض 2 سنتي. هبدأ كده ان انا الزقهم كده على الطرف زي ما انتوا شايفينها كده. هنا هيبقى عندي حوالي 14 و14 واحدة. هبتدي ان انا الزق واحدة وواحدة لحد لما اخلص كل القطع. بحط شمع بسيط قوي على الحرف، مش بلزق القطعة كلها ببعضها عشان تبقى معايا كده متفرغة. وهبدأ ان انا الزقهم كلهم لحد لما اخلصهم كده، اضغط عليهم اتاكد ان هم الشمع نشف كويس. هبدأ ان انا اجيب الاخر طرفين والزقهم على بعض، يبقى عملوا معايا الوردة الجميلة دي اللي هحطها على الفانوس من فوق. وبرده فكرتنا لسه ما خلصتش وفانوسنا لسه ما خلصش، بس قبل ما الزق مش عايزه الاحمر بتاع الغطا ده يبان. هبتدي ان انا اجيب قطعه فوم خضراء، وهبدا ان انا اقصها دائريه على قد القطعه من فوق بالظبط. هي مش هتبان قوي على فكره، بس انا مش عايزه اي حاجه تتحرك تبين لاي حد يشوف الفانوس ان ده معمول من علبه سمنه. انا عايزه اطلع فكره اللي يشوفها يقول عليها جاهزه، الفانوس جاهز من بره مش انت اللي عاملاه. بتبقى النتيجه تحفه تحفه لما حد فعلا بيعرف ان الفانوس ده انت اللي عاملاه، ويكون طالع بالنتيجه الهايله دي. اهو انا كده لزقتها، وهبدا بقى كده الزق الورده اللي انا عملتها دي كده فوق كده الفانوس، ونشوف بقى هنكمل فانوسنا ازاي وهيكمل ازاي. هنجيب اللمبه المحروقه دي وموجوده طبعا عندنا، هشيل الجزء الابيض ده، هو ده اللي انا هحتاجه لعمل قبة الفانوس. النهارده قبة الفانوس هتبقى عامله زي قبة الجامع كده، هتخلي معايا الفانوس ليه طابع اسلامي، شكله منه فانوس ومنه جزء في جامع. هتحسي كده برمضان، وهتحسي ان هو فعلا شكله جديد، وعملنا بمعنى اصح 2 في 1.
انا كده هبتدي الزق الشرايط زي ما انتم شايفين كده، شرايط ذهبي وشرايط صفراء. استخدمت هنا الذهبي زي ما استخدمته في الورده، تقدري تخلي كل الفانوس فيه اصفر، ممكن تلغي الذهبي ده، بس انا حبيت ادخل اللون الذهبي مع الاخضر. وهبدأ ألزقهم بنفس التقسيمة اللي انتوا شايفينها كده. هناخد حوالي 4 شرايط، 2 ذهبي و2 أخضر. كده احنا خلاص خلصت الجزء ده. هبدأ بعد كده أحدده كده من على الحرف بشريط برضو ذهبي أو أخضر زي ما تحبي. أنا اخترت هنا الذهبي، هلفه على كل القبة كده، وفي نفس الوقت هتدي معايا كده شكل وتحدد لي وتبروز لي القبة من تحت. هبدأ بقى بعد كده قبل ما الزق طبعا القبه دي، هبتدي ان انا اعمل يد الفانوس. هجيب قطعه فوم ذهبي مقاسها حوالي 15 سنتي في 3 سنتي، هتنيها، بس انا هجيبها تكون فوم بيلزق، او لو مفيش بيلزق هتستخدمي عادي الفوم وتلزقيه بالشمع، لاني كده هتنيها لجوه كاني بتني قطعه قماش نص سنتي من هنا ونص سنتي من هنا، واقفلهم كده على بعض علشان يبقى معايا اليد من فوق ما فيهاش اي وصله شايفينها. وفي نفس الوقت انا كده خليت اليد متينه وقويه، غير لو انا حطيت قطعه الفوم من غير ما انا اتنيها. هبدا اجيب برضو قطعه فوم خضراء اقل منها في المقاس، وهبتدي ان انا الزقها كده عشان تطعم معايا اليد بنفس الوان الفانوس. نبتدي بقى بعد كده نجيب القبه اللي احنا عملناها ونلزقهم كده من المنتصف من الجنبين. يبقى كده انا خلصت يد الفانوس، وتقريبا الفانوس ابتدى يجهز معايا. فاضل له حاجات بسيطه قوي لحد هنا. لو ما تنسوش اللايك وما تنسوش التعليق الجميل اللي بيشجعني عشان اقدم لكم فيديوهات وافكار تاني ان شاء الله رمضان. هبدا بقى كده ان انا احط كده كميه شمع بسيطه على حرف القبه من تحت واثبتها كده، ويبقى معايا دي كده قبه الفانوس. ابتدي شكل الفانوس يظهر اهو. ناقص كده حاجه بسيطه هعملها. انا عندي التنايات دي هبتدي ان انا اجيب استراس كده الذهبي وهلزقها كده وحيد، بس مش عايزه اكتر من كده. هلزقها كده باستخدام نقطه شمع بسيطه عليها كلها. وجبت كمان شريط استراس دورين، وهبدا ان انا الزقه على الجزء الاصفر ده او الفه عليه كله. وشايفين كده الفانوس نطق وظهر ازاي، وان شاء الله باذن الله يعجبكم وتقدروا تنفذوه بكل سهوله. ابتديت اعمل هلال كده من الفوم الاصفر، وقطع صغيره من الفوم الاخضر عملتها قاعده للهلال صغيره عشان احطها فوق قبه الفانوس عشان فعلا يبقى شكل القبه الجامع. هبدا كده ان انا اثبتها زي ما انتم شايفينها اهو. سهل وبسيط وما خدش اي تكلفه، هو بس فوم والشمع وعلبه السمنه واللمبه المحروقه متوفرين عندك. وتقدري كمان تحطي هنا فرع ليد، بس انا هنا لسه ما حطيتش فرع الليد، او ممكن تسيبيه كده هيديكي اضاءه داخليه حلوه قوي وهيبان كمان في الضلمه. وده شكل الفانوس بعد ما خلص معايا، ان شاء الله يعجبكم. هنعمل النهارده فكره جميله بعلبه الشاي الربع كيلو دي. تقدري تستخدمي اي علبه شبهها لو مش عندك. وهبدأ كده ارسم مستطيل على الجنب كده، بس انا كده هبتدي افرغه. انا بسيب بس مسافة سنتي واحد بس من الجوانب كلها. وبعد كده طبعا عشان لو انت عندك اي مقاس للعلبة تقدري ان انت تنفذيه بنفس الطريقة دي. انا هفرغ كده الجنب ده، وطبعا هفرغ الجنب اللي قصاده. عندي الجنبين اللي في الجناب صغيرين الحجم بتاعهم، لان العلبة دي مش مربعة تربيعة كاملة، مستطيلة كده. هبتدي ان انا افرغهم كلهم، هيطلع معايا الشكل ده كده. طبعا انا عندي هنا الخامة اللي هستخدمها في تغليف الفانوس هو الاستيكر الخيامية. والاستيكر الخيامية حلو عليه اشكال رمضانية كتير، تقدري تجيبي الشكل اللي انت عايزاه. انا اتعمدت اجيب الشكل التقليدي كده للخيامية، لان انا عايزة اطلع معايا الفانوس النهاردة شكله كده زي الفوانيس الخيامية اللي بتبقى واخدة من التراث شوية. بنحاول ننوع في اشكال الفوانيس والوانها عشان كل واحد طبعا يشوف الفانوس اللي يقدر ينفذه واللي عجبه يبتدي ان هو ينفذه بكل سهوله ويسر. هبدا كده اغلف كانك بتقفلي هديه بالظبط، سهل جدا. هبتدي كده اقطع الجوانب كده علشان اتني كل الاطراف دي لجوه. وبعد ما اغلفه كله هبدا ان انا افرغ الاجزاء اللي انا فرغتها من الكرتون. طبعا اقدر ان انا هنا استخدم، لو انت مش عايزه ستيكر خياميه وعايزه اي اشكال تانية مش اشكال رمضانيه يعني، تقدري برضو تستخدمي نيلون او تستخدمي اي شكل انت حباه، او تستخدمي حتى ورق كرافت او ورق عادي اي لون. هبدا بقى كده ان انا اقص واسيب سنتي او ازيد من سنتي عشان الجزء ده انا هدخله لجوه عشان يبقى تقفيل معايا الفانوس حلو. هبدا بعد ما اقطعه كده ابتدي ان انا ادخل الاطراف لجوه
بنفس الطريقة كده هعملها في جميع الجوانب اللي انا فرغتها. هيطلع معايا الفانوس تقفيله حلو ونضيف، ولسه بقى ما خلصناهوش ولسه فيه شغل تاني. هبدأ كمان ان انا الجناب اقطعها زي ما انتم شايفين كده. بصوا لحد دلوقتي كل الطريقة سهلة جدا، ولحد هنا ما استخدمتش الشمع خالص. طالما الستيكر معايا اللزق بتاعه شغال وتمام، هبدأ ان انا الزق كل الجوانب زي ما انتم شايفينها كده. هاجي بقى عند الاجزاء كمان اللي جوه بعد ما اخلص كل التقفيل من بره، اجيب قطعة بسيطة من الستيكر الخيامية والزقها طبعا جوه، عشان الفانوس ده هيبقى معايا مفرغ كده، فمش عايزة اي شكل يبان من جوه ان في اجزاء فيها خيامية واجزاء لا. وده شكل الفانوس بعد ما غلفته كده من بره ومن جوه زي ما انتم شايفينه، بقى جوه زي بره. هجيب بقى قطعتين من الكرتون هعمل بينهم القاعدة واعمل منهم القبة بتاعة الفانوس، وهقص القطعتين اللي هي هتبقى عندي قاعدة الفانوس والقبة بتاعة الفانوس. الفانوس هنا شكله مربع كده، شكل ستايل برضو جديد عملناه السنة اللي فاتت بس بشكل تاني. هبدأ ان انا اجيب كده الستيكر الذهبي، سواء بقى بيلزق او مش بيلزق، انا اللي استخدمته هنا كده بيلزق. بحاول ان انا مش اوفر في الشمع شوية لو انا اقدر، ان انا مش كل حاجة ان انا استخدم فيها الشمع. طبعا في ناس مش عندها مسدس الشمع وفي ناس ما بتعرفش تستخدمه، فدلوقتي كده ده الستيكر معايا سهل معايا الموضوع ده. ابتدي بقى هنا هستخدم طبعا بقى في الجزء ده الشمع علشان يثبت قاعدة الفانوس معايا. هبدأ ان انا اثبتها كده تحت، وبرده اثبت القبة اللي معايا اللي هي الجزء المربع التاني على قمة الفانوس كده من فوق. وحتى لو مش عندك شمع ممكن تستخدمي في الخطوة دي الدبل فيس، لو مش عايزة تستخدمي خالص الشمع في كل الفكرة. هثبته كده كويس، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. هنجيب كده جزء اصغر من المربع اللي فوق ده او المستطيل اللي فوق ده. جبت حوالي 4 طبقات لان الكرتون اللي انا استخدمته هو قوي بس مش سميك، فحبيت ان انا اخليها كده كرتونة سميكة شوية. مقاسها حوالي 2.5 سنتي في 4 سنتي على حسب مقاس العلبة اللي استخدمتيها. هتقللي عن الجزء اللي فوق ده بحوالي سنتي او ازيد بحاجة بسيطة. هبدأ كده بقى ان انا برضو اغلف الجزء ده بستيكر الخيامية. احط كده جزء بقى من الشمع لان انا عايزه الجزء ده يبقى ثابت معايا والتنايات اللي فيه دي مش تفك. هبدا ان انا اثبته واقص الاطراف اللي هي الزوايا دي كده بالطريقه دي، واتني كل الاطراف دي لجوه. هتبقى معايا دي كده قطعه احطها من فوق على قبه الفانوس. هيبقى انا دخلت كده الذهبي من تحت في القبه، وهدخل برده نفس الستيكر اللي انا استخدمته في جسم الفانوس اللي هو الستيكر الخياميه. هيبقى معايا من فوق برضو، هيديني شكل جميل والوانها هتبقى متداخله كده. وهبدا برضو ان انا اثبتها كده فوق برضو باستخدام الشمع. وبما ان انا الشكل عندي بتاع الفانوس النهارده مفتوح ومش هحط فيه اي شباك او ازاز او اي حاجه او اي بلاستيك اغطي بيه الفتحات دي، فانا عايزه اغطي الجزء اللي جوه ده كمان. هقص قطعه فوم مستطيله على قد القاعده بتاعه الفانوس، وكمان هستخدم شريط التزيين الاسترس الذهبي. قصيت كده منه صف بس كده رفيع، هحطه على كل الحواف والجوانب بتاعه الفانوس. طبعا هستخدم بقى هنا الشمع لفكره الجزء ده مهم جدا عشان الاسترس يثبت معايا. وتقدري تستخدمي اي شريط تزيين متوفر عندك، ولو مش متوفر عندك برضو هقول تاني شريط التزيين اقدر ان انا اقص شرايح فوم رفيعه من لون تاني مختلف او فضي او اي حاجه، وابتدي ان انا ابروز كل الفانوس بيها. هبدا كده اقصه وهثبته على جميع الاركان والزوايا، ومن هنا لحد ما يخلص الفانوس. لو عجبتكم فكرة النهاردة او فانوس النهاردة، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعليق جميل زيكم عشان يشجعني ان انا اقدم لكم افكار تانية كتير باذن الله. انا كده كمان هنا برضو هحط نفس الاسترس على كل الحواف الجزء اللي انا فرغته كده من الفانوس. هكمل كل الاسترس على كل الحواف بقى بتاعت المربعات الداخلية اللي انا عاملاها دي كده، وبعدين نكمل بقية أجزاء الفانوس. طبعا فكرة الفانوس النهاردة سهلة وبسيطة، والشكل والنتيجة النهائية هتعجبكم جدا إن شاء الله. ألوانه مختلفة وشكله مختلف بإذن الله، تقدروا تنفذوه بكل سهولة. جبت كده قطعتين من الكرتون رفيعين، عرضها سنتي وطولها بقى حوالي 20 سنتي. هبدأ كده ان انا اغلفهم باللزق الليزر. انا استخدمت هنا اللون الاخضر، اي لون من اللي موجود في اللون في ستيكر الخيامية. هبدأ كده ان انا اقص على قد الشبابيك اللي في الفانوس دي، هعمل اكسات كده فيها، هعمل بس في الجنبين الامامي والخلفي بس، مش هعمل في الجناب. وهبدأ ان انا اثبتهم كده طبعا
طبعا باستخدام الشمع جوه الفانوس عشان يدي معايا الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده. طبعا تقدري تستخدمي احمر، تقدري تستخدمي ازرق، اي لون من اللي موجود في رسمة الخيامية اللي انت استخدمتيها. انا هنا عجبني اللون الاخضر، حسيته مناسب قوي كده. هبدأ برضو انفذه في الناحية التانية، وهبتدي ان انا اجيب قطعة برضو من الكرتون، حطيت برضو كذا طبقة فوق بعضها، وهبدأ ان انا اغلفها بلزق الستيكر الاخضر ده، وبرضو تكون مقاسها اصغر بسنتي من القطعة الخيامية اللي انا عملتها فوق، لزقتها عشان يبقى دي كده القبة بتاعت الفانوس جهزت معايا. فاضل اليد. هبدأ بقى ان انا اجيب قطعة من الفوم، استخدمت برضو اللون الذهبي هنا، مع عرضها حوالي 4 سنتي وطولها حوالي 15 سنتي، اللي هتبقى اليد بتاعت الفانوس معايا. وهبدأ كده ان انا اتنيها، وهبتدي ان انا اغلفها، هلزق كده القطعة دي، وبعد كده ابتدي بقى ان انا احط اليد، ويبقى الفانوس تقريبا كده خلص معايا. فكرته سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت جديد ومختلف. بنحاول نغير في اشكال الفوانيس. عملنا المرة اللي فاتت الفانوس القلبوزي اللي موجود معايا على الترابيزة اهو، برضو كان شكله مختلف وجديد والوانه مبهجه، تقدري تشوفيه في الفيديوهات السابقه اللي احنا اشتغلناها لشغل وتجهيزات رمضان. جبت كده قطعه الخرز الخشب ده، حطيت واحده فوق على قمه الفانوس، وهحط 4 اللي هتبقى الرجول بتاعه الفانوس، ويبقى كده الفانوس جاهز معايا. تقدري تحطي فيه بقى اي اضاءه انت عايزاها، شريط ليد او الشمعه الالكترونيه المضيئه. انا هنا هستخدم الشمعه الالكترونيه، بسيطه بتخلي شكل الفانوس وهتديله زي شمعه كده من جوه، لان هو واخد طابع كده ايه اسلامي، وطابع الشكل فوانيس زمان شويه، وكانوا بيستخدموا دايما زمان الشمع، بس طبعا الشمع الحقيقي، احنا هنا كل شغلنا كرتون فما ينفعش ان انا احط فيه شمعه حقيقيه. هبتدي كده ان انا انوره، شكله تحفه وهيعجبكم جدا، والنتيجه النهائيه زي ما انتم شايفين كده مبهج وجميل. يا رب يكون فانوس النهارده عجبكم والفكره تكون عجبتكم. انتظروني في فيديو جديد لرمضان وافكار كتير ان شاء الله، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.